شايفين لمعة الفريكة؟ شوفوا كيف حبة الفريكة مفلفلة ومش مخبصة، ومع مكسرات مقلية على الوجه، والدجاج بتتبيلة مميزة. طبق بجنن. قدمته مع سلطة خيار بلبن، طبق مميز لجمعات العيلة. أول خطوة: منحط الدجاج على النار مع المطيبات، ورق غار، قرفة، فلفل أسود، بصل، وبنتركه يستوي ليعطينا مرقة زاكية. وبعد سلق الدجاج رح أحضر خلطة التحمير، عبارة عن معجون بندورة، زيت زيتون، عصير ليمون، كركم، بابريكا مدخنة. بخلطهم وبدهن فيهم الدجاج، بدخله تحت الشواية ليتحمروا وياخدوا هاللون الحلو. هون غسلت الفريكة بس مرة واحدة، هيك شطف بسيط حتى نتخلص من الشوائب والأتربة. بضيف عليها بهارات مشكلة، كركم، فلفل أسود، هيل مطحون، ملح، ومعهم شوية زيت زيتون. بنقلبهم، بترك الفريكة تتشرب هالنكهات الطيبة نص ساعة على جنب. هلأ بطنجرة بضيف السمنة والبصل المفروم، بقلبه وبضيف الفريكة وبقلبها 5 دقايق. بضيف مرقة الدجاج، عند الغليان بشوف الملح والبهارات. وهون السر بالفلفلة: كل كوب فريكة بده كوب وربع مرقة دجاج، وإذا بتحبوها خابصة شوي زيدوهم لكوب ونص. وقبل ما ينشف السطح بغطي وبوطي لمدة نص ساعة. وكمان من أسرار نجاح الفريكة: حطوها نص ساعة بالحافظة حتى تعطيكم نتيجة خرافية. صحتين وألف عافية.